صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين والمتابعين ورواد دفتر أحوال. معكم نجوى عبد العزيز الصحفية في متابعة لهذه القضية، ونرجو من حضراتكم ألا تنخدعوا في هذه الحياة الرقطاء وهذه الوجوه العاتمة المريبة. هذه الوجوه بعد أن صدرت عليها أحكام، وإن كان حكم هذه الحية الجاحدة كما وصفتها الأوراق، هذه الحياة الجاحدة هي نورهان التي أنهت حياة أمها مع هذا الطفل النزق الذي صدر ضده حكم، وهي أقصى عقوبة للحدث لأن سنه ما تمش 15 سنة. هذا المتهم حسين بوضعه في المؤسسة العقابية. وأنا يعني كلنا بنضم صوتنا لصوت جهات مطلب النيابة اللي طلبته فيه مرافعتها في القضية، واللي طلبت فيه المشرع إنه هو يعني يشدد العقوبة، ويبقى فيه نشدة المشرع بإعادة النظر في قانون الطفل. أنا قبل كده برضو كتبت مقال وقلت أرجوكم قصروا عمره، أرجوكم قصروا عمره. هذه الأطفال بترتكب جرائم يندى لها الجبين، وما تخطرش أحيانا كتيرة على بال أي حد من عتاد الإجرام إن هم يرتكبوها. هذه الحياة الرقطاء الجاحدة التي تقف التي صورتها أمامكم الآن، لا تنخدعوا في وجهها، فهي وجهها ليس فيه براءة ولكن مراوغة الثعالب. يعني زي ما قال الشاعر: ذهب الثعلب يوما في ثياب الوعزين. هذه البنت اللي هي يعني طالبة الأداب اللي ما عندهاش أدب أصلا، فعلت جرائم كثيرة جدا. الجرائم الكتير ديت كان منها إن هي يعني الهادية اللي قدام حضراتكم دي كانت بتقول كلام وحش جدا جدا، كلام يعني الولد ده ما كانش بيقدر يقول معظمه ليها، وكانت بتطلبه كتير ان هو يمارس معاها الرذيلة. واثبتت الاوراق ان هي سايب من زمان، واثبتت الاوراق والادلة ان هذه البنت على عكس ما بتقول محاميتها ان هي كانت انخدعت في هذا الولد، وان هو استغلها واستغل العيلة بتاعتها واستغل هو في تقصير من اسرتها، لان هم اتضح ان هم شافوه معاها في غرفة نوم اخواتها مرتين، وامها لما جت مرة من الشغل لقيته ان هو موجود في البيت ومعاها ومع اخوها برضو وطردته. والوالد صحي الفجر في مرة لقاه موجود معاها، فبيقولوا لها في ايه وانت ايه اللي جابك هنا؟ فرد عليهم رد غريب جدا، ان الشرطة كانت بتطرده وان هو خاف وطلع عندهم وان هو اختبأ عندهم فنام فغطى عليه النوم. يا سلام! هي بيسألوها طب نام جنبك ليه؟ قالت لهم انا ما اعرفش، انا فتحت ودخلت ونمت. هو فكر ان دي ان هو نايم جنب حد من اخواتي يظهر، وما خدش باله انه نايم جنبي. معقولة احنا وصلنا لهذا الحد؟ كان المفروض يبقى فيه اجراء قاطع وحاسم، وان الولد ده فعلا يتم اصطحابه للشرطة ان هو دخل. بس هي قدرت تأثر على اخ من اخواتها وتقول له قول ان انت اللي فتحت له، فهو كده كده هيبقى معروف ان هو دخل برضاهم. يعني لله الامر من قبل ومن بعد، ونرجو ان لما تبقى تحصل حاجة زي كده تاني يبقى لو سمحتم اتخذوا اجراء ضد بناتكم وضد اولادكم،
وشوفوا اللي دخل ده دخل ليه. البنت دي اللي بيقولوا عليها ان هي كانت تحت تأثير يعني في بعض الدفاع عنها بيقول ان هي كانت تحت تأثير الولد، وان هي استغلها، وان هي كانت ارتكبت او ساعدته وهي في مرحلة اللاوعي. وبيسألوهم طب ليه هي لحد دلوقتي قاعدة في المحكمة زي ما حضراتكم شايفينها، يا ساكتة ولابسة اسود، المراوغة والمماطلة والتمثيل، حتى الرمق الاخير ان هي لابسة اسود، قال يعني حزينة، في اشارة منها انها حزينة على ما حدث لوالدتها. اذا كان هي اللي استدعت الولد وكانت بتستدعيه لممارسة الرذيلة وتقول له خلي بالك انت في العمارة اللي قدامي، بص لحد مامي تروح شغلها تعالالي، وتستدعيه بوقاحة داعرة، تستدعيه ان هو، والمكالمات بتقول ده، وكل الاعترافات وكل ده وده، ويرجعوا يقولوا لا ده هو استغلها. ده هما الاتنين أسوأ حالا من بعض. يعني النيابة الحمد لله أفاضت في شرح وقعات الدعوة كي يعرف الرأي العام والمجتمع ما حدث، وكي تعلم هيئة المحكمة ظروف الواقع وملابساتها. وأثبتت المحكمة في مرافعتها من ارتكاب المتهمين دول مع بعض الجريمة الشنعاء النقراء في حق الأم من خلال الأدلة الجنائية وأوراق ومستندات وتحريات والأدلة الفنية واعترافات المتهم. وتعلمون جيدا أيها السادة أن الاعتراف هو سيد الأدلة. وكمان تفريغ هواتفهم والكلام القذر السيء الموجود عليه، وهي بتقول له، وهي بتستدعيه انه يجي، وهي بتستدعيه انه كمان تفتح له في اللحظات الاخيره عشان يقتل امها، وهي بتغلي له الميه، وهي بيقول لها ده السكينه، هاتي سكينه. لما طرق على راس الست عشان ينهي حياتها، لقى ان الست صحيت فقاومت، فجريت اختبأت في الحمام، فالواد قاوم وجابها وحطها تاني وبهدلها تاني وقال لها لا مش نافع كده السكينه. فالست قالت له سيبوني انطق الشهاده. المهم على ما جابت البنت السكينه قدام امها كانت السكينه تالمه، السكينه ما قدرتش تذبح، ابت ان تذبح، ما استخدمتها في المطبخ، ابت ان تذبح هذه السيده، أبت أن تذبح الأم. فقال لها هاتي لي إزازة واكسريها أو كوباية واكسريها. جابت له الكوباية كسرها على الباب، وبسن الكوباية ولا بسن الكاس الزجاجي كما ذكر، وقعد يدبح في شرايينها وذبحها وصفى دمها. وكمان إيه بقى، جابت مية سخنة، الاتنين اتفقوا على إن المية السخنة يحطوها عليها إذا كانت لسه فيها الروح فهترتعش، فلقوها إن هي خلاص فاضت روحها إلى بارئها. اطمنت هذه الحية الجاحدة إن أمها ماتت، يعني كل حاجة بإيدها وقدامها وبمعرفتها، وأحضرتها وساعدته واستدعته وعملت كل شيء، وهو الولد نزق، والولد أصلا برضو إن ليه قضية نسب، والولد أصلا كان برضو لسه في المؤسسة العقابية، لأنه حاول إن هو يضرب حد بنفس الطريقة اللي عمل بيها مع الأم، برضو بإزازة أو كاس مكسورة برضو، وتم إيداعه في المؤسسة العقابية قبل كده. يعني الولد طفل سوابق، ده هيخرج من المؤسسة العقابية يعمل إيه؟ والله لو صلى ليل ونهار. هو قاتل واستمرأ الدم مرتين، مرة في واحد قبل كده ومرة في الأم دي، أنهى حياتها بكل السبل بالاشتراك مع هذه السهتانة الماكرة الداعرة. وربنا يسامحني ان انا بقول كده، من الاقوال والافعال والاعترافات كلها بتدل على كده. واسفاه على اللي حصل منها لامها. ويعني هنقول ايه، هي خافت، هي قتلتها مش عشان عرفت ولا هتقول لابوها وبس، لا، ده اتضح ان ابوها شافهم قبل كده تقريبا يعني.
او ان هو محبش يفضح بنته او كل ده. المهم ان هو اتضح ان هي قالت له يعني اتفقت مع الولد ده المتهم، ودرسوا كذا عدة طرق لإنهاء حياة الأم. ليه؟ لأنه قالت له الحق يا حسين، ده أمي قالت لي هكشف عليكي وأعرف أنت بنت ولا لأ. قالت لها اكشفي، فأنا خايفة يا حسين. وقالت لها إن لو أنا لقيته، لو ما لقيتكيش كده انا هحبس الولد ده. فقالت له الحق، ده هتحبسك وانا مش هشوفك ومش هنعرف نلتقي. تخيلوا، ضحت بالام، نظير شهوتها، نظير قذرتها، نظير فجرها، نظير دعارتها، نظير علاقة قاسمة قذرة قذرة. ضحت بأغلى شيء في الوجود وهو الأم. هذه اللي بتبدو انها بريئة ولابسة اسود في اول جلسة ليها، يعني امعانا في ارسال اشارات انها حزينة. يا سلام، وانها لابسة اسود فوق وتحت، وايه، وما رمش ليها، لم تحرك المرافعات والكلام الذي ألقي عليها كسهام من نار ساكنة ليها أبدا، ولا ظرفت دمعتين، ولا حتى ساعة النطق بالقرار إحالة أوراقها لفضيلة المفتي إنها صرخت ولا أي حاجة ولا ندم ولا أي شيء. يعني على رأي الأغنية والله ولا دمعة. يعني شيء غريب غريب غريب، حالة لابد من دراستها قبل تنفيذ الحكم فيها. هذه البنت غريبة المنظر، ثبت إنها سيب منذ فترات طويلة، وإنها مارست العلاقة الآثمة متكررة، وإن هي جاوبت إجابات رهيبة رهيبة يندى لها الجبين، كما لو كانت يعني قعدت تقول كلام الواحد يحرج انه يسمعه، مش يحرج انه يردده، مش يحرج انه لا قدر الله يقوله. هذه التي تظهر للعامة وكأنها وبراءة الثعالب والذئاب في عينيها، ومخالبها مخضبة بدماء أمها وملوثة بلحم أمها وشحمها، ومخالبها كالحيوان الضاري. بل ممكن الحيوان الضاري بيقتل علشان ياكل، لأن هي دي طبيعة الغابة. أما هذه البنت التي سهرت عليها أمها وأفنت حياتها عشانها، غدرت بها غدر رهيب رهيب. يعني غدر يعني العدو اللدود ما يعملوش. قتلوها بدم بارد، أنهوا حياتها بطريقة، بكل الطرق، بكل السبل، أنهوا حياتها وهي صاحية قدام عينها. أرعبوها. كان جزائها ان هي يقتلوها بالمنظر ده، لانها حاولت انها تحافظ على هذه البنت، كانت بتسعى لاكل عيشها، كانت بتحاول تسترها. يعني دي فعلا والله يا استاذه سوسن، دي يندب في عينها رصاصه فعلا. لو الامر بايدي وبايد ناس كتير ليدبوا في عينها رصاصه. بس يعني يا ريت لو القانون يعني يقول، يعني لو القانون يتغير ان كل قاتل يقتل يتم تنفيذ العقوبة فيه كيفما فعلها في الجاني، يا ريت كانت ينفذ فيها الجريمة الحكم، أسفة، ينفذ فيها الحكم مثلما فعلت في أمها. أما هذا القاتل فده يعني حدث ولا حرج.
حدث ولا حرج. وانا مش عارفه المحامي بتاعه اللي انتدبته المحكمه مش محامي الاصيل، الحقيقه محامي الاصيل فضل لاخر لحظات يقاوم 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 عشان يدافع عنه ويترفع، وراح متنحي في المحكمه. قال لا، القضيه صعبه ومش حلوه ومشينه ومش هقدر استمر فيها ولا اترافع عنه، وتنحى. وانتدبت المحكمه طبقا لقانون الاجراءات المحامي يعني عايز يقول انه هيستأنف على الحكم. تستأنف على ايه؟ اذا كانت هي القضية واضحة والولد هيتحط في المؤسسة العقابية، هيتحط له تقرير كل فترة ويقول والله لحد ما يقولوا انه هو بقى كويس ويندرج في المجتمع المدني تاني. يعمل ايه؟ ده قاتل، ده قاتل، ده يا ويله اللي هيسكن جنبه، ده يا ويله اللي هيشغله، ده يا ويله اللي هيبقى جنبه في الشغل، ده يا ويله يا سواد ليله وسواد ليله اللي هيناسبوا لبنتهم. دي مصيبة، دي مصيبة. ده راجل ده ولد استمرق الدم. وبعدين كمان ده هو كان مجهول النسب، وأمه أقامت دعوة ضد أبوه واستمرت سنتين. زي ما بيقول محامي المدعين بالحق المدني، استمرت سنتين لحد ما تم إثبات نسبه. يعني هو المفروض دلوقتي يحاكم طبقا لقانون الطفل مش طبقا لقانون الحدث. بس الأوراق بتقول كده، بتقول إن هو عنده ما كملش ال15. فتم إصدار العقوبة عليه، ودي أقصى عقوبة للحدث، إيداعه في المؤسسة العقابية. بس يعني يا ويل المجتمع لما يخرج ده. بصراحة أنا مش عارفة. يا ريت تأثروا عمر الطفل بإنزال عمره لسن قريب شوية، لأن الأطفال دلوقتي ما بقتش زي زمان. كل حاجة غيرتهم والجرائم غيرتهم، وكل طفل بيجي نقول ده خلاص الجريمة انتهت كده بالنسبة للأطفال، يجي الطفل اللي بعده يبدع بقبح في جريمة أخرى. هنروح فين؟ لابد من العقاب. من آمن العقاب أساء الأدب. وهو ارتكبت الجرائم. الست عرفت انه دخل مرة واتنين واستمرقت، فكانت النتيجة لا انت هتفرقينا، لا نقتلك. وقتلت امها بالفعل. هذا ولسه ان شاء الله يعني المحكمة اسلجت صدورنا. اللهم لك الحمد. محكمة الجنايات فعلا القضاء الشامخ اسلك صدور المجتمع، صدور المجتمع كله، انها احيلت اوراقها للمفتي. وفي الشهر الجاي ان شاء الله هتبقى القرار بعد ورود تقرير فضيلة المفتي للمحكمة. هيبقى القرار للمحكمة ان هي تحكم عليها هي فقط، دون هذا النازق، دون هذا المتهم، لانه خلاص اخذ عقابه وهيروح المؤسسة العقابية. بس العتاب، كل العتاب على المحامي. بتطعن على ايه وهتستأنف في ايه؟ سيبه يتعلم حاجة في المؤسسة العقابية لعله يهتدي. سيبه يمشي شوية. ما هو كان بره، ما هو كان سايب، ما هو كان عامل زي الديب السايب. سيبه يتعالج نفسيا، سيبه يتعالج سلوكيا. سيبه بتطعن عليه ليه؟ هتوديه لمين تاني؟ هتعيده للشارع قبل ما يعرف ان هو يبقى يعاد مسلكه مرة اخرى، تعاد سلوكياته مرة اخرى. بتطعن عليه لحساب مين؟ هيخرج يعمل ايه؟ ما جوه هيتعالج وهيتعلم وهيبقى كل حاجة. يا رب يترفض الطعن بتاعه بصراحة عشان يفضل موجود في المؤسسة العقابية، يعاد تأهيله مرة أخرى. يا جماعة في إيه؟ في إيه؟ وزي ما بتقول فيه دفاع عن البنت دي، بيقولوا احنا بندافع عن المرأة. مرأة إيه؟ واللي اتقتلت أمها دي مش مرأة؟ وانتوا ما بتدافعوش الا عن القضيه اللي خدت راي عام عشان تبقى سحر الكاميرات موجود. في ايه يا جماعه؟ هي اللي اتقتلت امها دي مش مرأة؟ هي الست اللي جوزها ذبحها وانهى حياتها في المنصوره دي قدام ولادها وبعت وتصور سيلفي معاها مع جثتها وارسلها لاهلها، مش مرأة؟ ما تروحوا تشوفوا القضايا دي. ولا هو احنا بنجري ورا الكاميرات؟ دي مرأة ايه؟ دي مرأة ايه؟
دي امرأة لو استغفر الله العظيم يا رب. أرجوكم أرجوكم، يعني أنا صحفية حوادث من زمان، ما شفتش المناظر دي أبدا، ما شفتش الجرم يرتكب بهذه الطريقة أبدا، ما شفتش الفجر في تنفيذ الجريمة بالمنظر ده. كل الأدوات استخدمت فيها ليه؟ سلخ وذبح يعني في ايه يا جماعة؟ الهوينة الهوينة، انتوا في ايه؟ لا تدافعوا عن باطل. امرأة ايه؟ دي امرأة نوح، دي امرأة دي ايه دي واكلة ناسها، دي واكلة ناسها زي ما بيقولوا عندنا في الصعيد. دي خلاص مرأة ايه وبتاع إيه اللي بتدافعوا عنها دي؟ مرأة ايه في الجريمة السوداء دي؟ اتقوا الله، خلوه المتهم ينال عقابه. هي ليها محامين ودافعوا عنها ودافعتوا عنها، وكانت اقوال مرسله كلها. النيابه هي محامي الشعب، هي دفعت واترفعت وطالبت باقصى عقوبه، وقالت لا تاخذكم بها رأفه ولا واعدموها، وطلبت من المحكمه ان تعدم، ان يصدر ضدها اقصى عقوبه. والنيابه قالت يعني ما خلتش ذره كده ان حد يقول لا والله ده هي عملت تحت تأثير ولا مش تأثير. تأثير ايه؟ دي سيب وخدعت نفسها وخدعت أسرتها وخدعت خطيبها راخر اللي عمال يقول أنا مش مصدق ده، وخدعت أسرتها وخدعت، هو طبعا مصدوم كان الله في عونه، وخدعت المجتمع وخدعت دينها وخدعت نفسها وخدعت كل شيء تعرفه وحاطط بيه. خدعته إنها بريئة، وإن هي البنت الشريفة العفيفة. وكانت النتيجة، أرجوكم لا تعطوا الثقة لأولادكم خالص بالمنظر ده. مفيش حاجة اسمها أنا ابني عارفاه، لا حضرتك بتخرجي تروحي الشغل مش عارفة هو بيعمل إيه، سواء في النادي سواء في البيت سواء هنا، سواء بنت سواء ولد. ما تقوليش أنا ولادي عارفاهم على إيه، أنا واثقة في ولادي. محدش عاد يثق. أنا عن نفسي ما أقدرش بعد اللي بشوفه ده، أنا يعني بعد صوابعي. هو في إيه يا جماعة؟ دي روح وأزهقت، لازم من العقاب. والحمد لله المحكمة آه كلامها هو من أسلج الصدور. النيابة كان المشهد رائع في مرافعتها في تحقيقاتها في كل شيء، ما سابتش ثغرة. البنت اعترفت تفصيلي بمناداتها على الولد ومكالماتها وقالت كلام كتير، والكلام اللي في التليفونات ما يتقالش في حفلات البورنو وي 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 وي. نسأل الله السلامة لأبنائنا وأبناء هذا الوطن وكل شبابنا، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تنال هذه الشرازمة عقابها. ونرجو أن يعني أن يكون هذه الطريقة وهذه الجريمة أمام نصب أعين الآباء والأمهات، إن ما فيش حاجة اسمها ثقة مطلقة، إن ما فيش حاجة اسمها دايما أفتش وأدور ورا ولادي وأشوف فيه إيه وتليفوناتهم وي وي وي. دي كانت بتتصل من على تليفون أمها وتدعي عليها ليه وتقول أنا بتكلمك من على تليفون المخفية، تليفون مش عارف إيه اللي ربنا ياخدها. في كده، في شرع بيقول كده. كل الشرائع بترفض الزنا، كل الشرائع بترفض القتل، كل الشرائع والأديان بترفض القتل والخداع واللوع والفجر واللدد في الخصومة. كل الشرائع بتقول إن الأم كان مقدس يحترم، ده هنا اتهدم. أنا أشكركم وإلى اللقاء، ولا تنخدعوا في معظم الوجوه، ولكن وإلى الله ترجع الأمور. أشكركم وإلى اللقاء في متابعات أخرى، وإن شاء الله الاتنين دول ينالوا عقابهم، وكل مسيء وكل مخطئ ينال عقابه. ورحم الله أمها
وأشكركم، واللقاء في متابعات أخرى. كان معكم نجوى عبد العزيز من دفتر أحوال.